صباح الخير يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هوريكم الحاجات اللي اشتريتها للكليه، يعني مشتريات الدراسه، عشان عارفه ان انتوا بتحبوا النوع ده من الفيديوهات، وبصراحه انا كمان بحب اصلا ان احنا ننزل نشتري حاجه الدراسه. تقريبا بتبقى احلى حاجه في الدراسه ان احنا نشتري ادوات الدراسه. فالفتره الاخيره كنت بنزل اشتري حاجات للكليه، سواء لبس او ادوات الدراسه نفسها. ففي الفيديو ده هوريكم الحاجات دي، فلو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. قبل ما اوريكم الحاجات هكلمكم عن حاجه لسه عارفاها النهارده. في الفيديو اللي كلمتكم فيه عن النتيجه قلت لكم ان انا عايزه ادخل قسم صيني، فبعد بحث كتير قوي وبعد ما سالت ناس كتير قالوا لي حرفيا اهربي. يعني انتوا متخيلين مش اللي هو مثلا لا صعب بلاش، لا بيقولوا اهربي، اللي هو صيني اهرب. فلقيت انه اولا الصيني صعب جدا، يعني الصيني اصعب لغه في العالم تقريبا. الموضوع هيبقى متعب قوي. غير كده لو ركننا الصعوبه على جنب، مفيش شغل في اسكندريه للصيني، شغله كله تقريبا في القاهره والعلمين وكده. غير كده ان معظم شغله في مصانع، فاللي في المصانع ده غالبا مش هيناسب البنات، فغالبا بيكون الولاد اللي بيشتغلوا فيه. فبعد بحث كتير صرفت نظر عن الصيني واخترت ادخل لغات شرقيه، فبدلت الرغبات، بدل ما صيني اول رغبه ولغات شرقيه تاني رغبه حطيت لغات شرقيه اول رغبه. والنهارده نتيجه التنسيق الداخلي طلعت والحمد لله دخلت لغات شرقيه. بيدرسوا فيها تركي وعبري وفارسي، وفي تاني سنه بنتخصص في لغه منهم على حسب الجي بي اي بتاعنا، والجي بي اي ده نظام في الكليه يعني. ففي سنه تانية ناويه ان شاء الله اتخصص تركي. من هنا ورايح انا بقيت مترجمه تركي خلاص. فالحمد لله جدا يعني. فبس كده، انا قلت اقول لكم ان انا دلوقتي اداب لغات شرقيه. هوريكم بقى دلوقتي الحاجات اللي جبتها. اول حاجه هنبدا بيها هي الشنطه، وجبت الشنطه دي بصراحه لونها كيوت كده ورايق، يعني جاي معاه الدبدوب ده. بابا مش شاف الشنطه حس اللي هو انت متاكده انك داخله جامعه؟ يعني الشنطه فيها دبدوب من هنا دبدوب من هنا. المهم ان انا اخترت الشنطه دي فيها سوست كتير، فدي حاجه حلوه، وانا بحب ان يكون في كذا سوسته في الشنطه. الشفافه دي سوسته، وفي سوسته هنا، وفي الكبيره طبعا بيبقى فيها جيب من جوه، في الاثنين دول من قدام. جاي معاها الدبوس ده، هو دبدوب بيتعلق على الشنطه يعني، بس انا هخاف اعلقه من بره يقع، فانا ممكن اسيبه زي ما هو كده. والكور الصغيره دي تقريبا عشان الجزء الشفاف ده تكون باينه منه، يعني شكلها حلو. ومن الجنب فيه دول. بحب الشنط اللي بيبقى فيها دي، عشان لو حطيت مثلا ازازه الميه بره تكون دي ماسكاها، لان انا اصلا بخاف من حته ان انا احط ازازه الميه هنا عشان ما تقعش مثلا او كده. فبس اخترت لون الشنطه ده لانه كيوت بصراحه ويعني هادي كده. فدي كده الشنطه اللي هلبسها، بس دي مش هتتلبس اول اسبوع او اول فتره كده لحد ما نبدا بقى المحاضرات بقى الجد وناخد حاجات مهمه وبتاع. فهحضر اول اسبوع بالتوت باج. والتوت باج اللي انا جبتها جايباها من مطروح. فدي كده التوت باج بتاعتي، ده شكلها والدراع بتاعها مكتوب عليها تفانى بما تهوى يكن، وانا بحب الجمل دي صراحه. ومن جوه فيها جيب من هنا، والجيب اللي من جوه ده واسع، يعني بياخد الموبايل وبياخد كذا حاجه تانية. فبصراحه هي احلى حاجه فيها انها كبيره، بتاخد حاجات كتير. مشكلتي الوحيده معاها ان انا جبتها من غير سوسته، وما خدتش بالي غير بعد ما اشتريتها، فمحتاجه اركب لها سوسته عشان اتاكد ان مفيش حاجه تقع منها. وبالنسبه للبس الكليه، فانا حابه ان انا لما البسه واوريه ليكم عشان هيكون شكله احلى من اني امسكه لكم مثلا. بس عموما الشميز ده من ضمن اللبس يعني. فالحاجه اللي ممكن اوريها لكم دلوقتي هي الكوتشي والشرابات. ده الكوتشي اللي جبته، كنت حابه اجيب منه الابيض واسود، بس المقاس ما كانش على قدي، فجبت ابيض فرصاصي، وحاسه ان هو هيليق برده على حاجات كتير. وتقريبا دي اول مره اجيب الستايل ده من الكوتشيهات، اللي هو بيكون كعبه كبير كده، لان انا اصلا طولي يعني مناسب، يعني مش قصيره مثلا عشان اجيب كعب كبير، فحاسه ان هو ممكن يطولني اكتر. بس قشطه يعني، انا حبيت اغير لان الستايل الكوتشيهات اللي كنت بلبسها اخر فتره اتخنقت منه، حسيت انه كلهم كانهم شبه بعض، فكنت عايزه اغير الشكل يعني، فجبت ده بالنسبه للكوتشي. ندخل بقى على الشرابات. جبت 4 شرابات، واكتشفت ان انا جايباهم بالوان اكتر هدوم بلبسها. هوريكم الاول. اول واحد هو ده، هو ابيض ومفيهوش بس غير علامه الماركه. تاني واحد هو ده، حسيت ان شكله كيوت فجبته. تالت واحد ده. رابع هو ده، مكتوب عليه اوكي من فوق بالازرق. الاربعه لونهم ابيض بس فيهم مثلا كلمه او خطوط بالوان اللبس اللي انا بلبسه، اللي هو في الغالب بينك او بيج او كده. فدي الشرابات الجديده اللي جبتها. ندخل بقى على ادوات الدراسه نفسها، وانا حاطه حاجات كتير في الكيسه دي، فهوريها لكم واحده واحده. اول حاجه جبتها هو الستاند ده، عجبني شكله قوي بصراحه، يعني حسيت ان هو كيوت. سمعت ان في الجامعه بيستخدموا اوراق اكتر من الكشاكيل كمان، مش شرط يعني، هو على حسب كل شخص. في ناس بتحب تذاكر في ورق، في ناس تانية بتحب سكتشات اكتر، فكده. بس حسيت ان انا اصلا محتاجاه، لان انا برضو ساعات بحب اذاكر في ورق، ونوعا ما هو يعتبر حافظه للورق برضو، اللي احنا هنحط الورق هنا ونقفل يعني. فده شكله، وده شكله من ورا. فحاسه ان هو هيكون شكله حلو على المكتب يعني عموما، فجبته. اكتشفت ان في حاجه جديده فيه، ان احنا ممكن نعلقه من هنا. انا لقيت حاجه طلعت فجاه فاتخضيت، فكرت ان انا كسرت حاجه، بس في من هنا الدايره دي اللي ممكن نعلقه منها.
بالنسبه للسكتشات، فموضوع السكتشات ده ضايقني لان انا كنت نازله بدور على نوع معين. في سكتشات معينه كانت بتتباع في كارفور قبل كده، ورحت مخصوص كارفور عشان اجيبها، وللاسف ما لقيتهاش بتتباع، فاتمنى يبيعوها قريب لان انا اتضايقت قوي ان هي مش موجوده. هي السكتشات دي لو عارفينها، الورق بتاعها بيكون كده من جوه، وحجمها ما بيكونش كبير، يعني هي بتكون اصغر شويه من السكتشات الطويله واكبر من الكشاكيل، فاهمين اللي هو حجم وسط كده. فدي اكتر سكتشات ريحتني في استخدامها بجد، والمواد اللي بستخدم لها السكتشات دي حرفيا بحب اكتب فيها. فللاسف ما لقيتش السكتشات دي واتضايقت جدا يعني، فقلت خلاص هجيب سكتشات من التانية. فجيت اجيب، لقيت السكتشات كلها اشكالها مش احلى حاجه، ولو في حاجه شكلها حلو في من جوه التسطيره بتاعتها مش حلوه. فجبت سكتشين. السكتش الاولاني هو ده كان 100 ورقه تقريبا كده، ده كان احلى شكل في اللي شفتهم، ودي تسطيرته من جوه. انا من الناس اللي ما بتتعود على تسطيره معينه واقعد ادور عليها وما الاقيهاش بتتضايق بجد. لو لقيت التانيين دول يعني هجيبهم على طول يعني. تاني واحد كان ده، وللاسف كل اللي كانوا موجودين مرسوم عليهم رسمات كرتون وكده، فاكتر واحد حبيته يعني بتاع شركه المرعبين المحدوده. انا من الناس اللي بتحب السكتشات السلك اكتر من الكشاكيل او السكتشات دي، لان بحس دول بيتبهدلوا بسرعه. يعني ده بعد فتره الدبابيس ممكن تفك، الغلاف بتاعه يتبهدل نفسه، فما كنتش حابه اجيب من ده. بس التسطيره بتاعته شبه السكتش اللي انا وريته لكم اللي انا بدور عليه، عشان كده جبته يعني. وده كان 40 ورقه، ما رضيتش اجيب منه 100 لان انا اصلا مش بحب السكتشات الكبيره عشان بيتبقى منها. يعني انا هبدا في سكتش 100 ورقه استخدم منه مثلا 40 ورقه واسيب الباقي، فالسكتش على مدار الترم او السنه بيتبهدل. فبحس اللي هو طب ليه ابهدله معايا؟ فالسكتش ال 100 ورقه ده ممكن احاول اخليه لحاجتين مش حاجه واحده يعني. بالنسبه لادوات الدراسه كيوت، فجبت المقلمه دي، السوسته بتاعتها سودا وهي شفافه. بحب الحاجات دي، يعني بحس ان لما يتحط فيها حاجات اقلام مثلا شكلها حلو هيبقى شكلها كيوت كده. وجبت القلم ده كان شكله كيوت، والاهم من كده ان هو خطه حلو يعني انا نادرا ما بلاقي اقلام شكلها كيوت وخطها حلو، بحس ان هم بيحطوا فيها اي انبوبه وخلاص. فلما لقيت ده شكله حلو وفي نفس الوقت خطه حلو فقلت اجيبه يعني. حاسه ان خطه رفيع وشبه الاقلام الجل، فكويس ان انا جبته يعني. وجبت قلم السنون ده لان انا بحب قوي ان انا اكتب باقلام سنون اكتر بكتير من اقلام الرصاص بصراحه. عندي مشكله مع صناع اقلام السنون ان حرفيا مجرد ما بنكتب بيها فتره الجزء اللي من قدام اللي بيكون من هنا بيبدا يتكسر، يعني بيبدا يتشرخ كده، وبعد كده الشرخ يكبر ويتكسر. فاقلام كتير معايا كنت بستخدمها مش مثلا اللي هو انا بتك مثلا عليها جامد، لا بستخدمها استخدام عادي. حتى صحابي برضو يعني في اقلام مثلا اكون حابه مسكتها وحابه خطها وشكله حلو مثلا، فلما يتكسر اللي هو بحس ان انا عايزه اجيب زيه ومش لاقيه، فالموضوع بيبقى مستفز. ففي واحده صاحبتي قالت لي ان النوع ده يعني اكتر واحد بيطول شويه ما بيتكسرش بسرعه، فعشان كده جبته يعني. وجبت قلم الهايلايتر ده، بجد لونه جميل جميل بجد. يعني انا من زمان بدور على لون بينك يكون هادي، مش اللون البامبي اللي هو الفاقع ده. النوع ده حلو يعني، لو لقيته منه هاته. جبت قلمين روتو، واحد ازرق واحمر. الاحمر مش بستخدمه كتير بس ساعات بحتاجه مثلا في تسطيرات او حاجات كده. جبت كوريكتور. انا حاسه ان وانا بوريكم الحاجات معظمها بينك، يعني انا لسه واخده بالي دلوقتي الشنطه والاقلام والكوريكتور وانا لابسه بينك، فهو في ايه؟ المهم ان انا جبت الكوريكتور ده، مش بستخدمه كتير بس ساعات بحتاجه. وانا جايباه اصلا عشان احيانا بحتاج مثلا وانا برسم في رسمات ممكن اكون محتاجه احط عليها نقط بيضه، فالكوريكتور بيبقى حل مثالي بصراحه. وجبت قلم سبوره اسود، وبرده مش جايباه عشان قلم سبوره انا محتاجاه في الرسم. ساعات مثلا بحتاج احدد حاجه بالاسود او اكتب حاجه بالاسود مثلا على الفواصل كتب، كنت محتاجه حاجه زي الفلوماستر الاسود مثلا، فلقيت قلم سبوره اسود جبته يعني كان حلو. وجبت برجل مش علشان الدراسه، برده علشان ارسم بيه، لان المندله بتحتاج برجل. لو عارفين رسم المندله فبيكون محتاج نسب معينه ودواير وحاجات كده، فالبرجل بيكون فله فيها يعني. كنت حابه اجدد شغفي للرسم تاني، فاكتر نوعين حاليا حباهم في الرسم هما المندله والرسم الالوان المائيه، فعشان كده هتلاقوني بحاول اجيب لهم حاجات يعني. فجبت البرجل ده عشان المندله. وجبت اللزق ده علشان بحتاجه كتير في الجورنال او اي حاجه عايزه الزقها. اللزق ده بيكون مخصص للورق. اللزق ده انا حاسه ان انا بلعب مش بصور فيديو. اللزق ده بصراحه حلو قوي للورق. اللي انا مستغربه له ان سعره رخيص، دي ب2 جنيه ونص. انا كل ما بروح بجيب منه عشان اتاكد انه مخلص. جايباه من كمال سعد. في دبل فيس بيكون اللي هو لما بتلزقوه بيبقى فيه طبقه سميكه كده، فده مش كده، ده هو كده ابيض، انتوا بتشيلوا الطبقه البيضاء اللي من فوق فخلاص بيبقى شفاف. فده بيبقى حلو قوي للناس مثلا اللي بتعمل جورنال او بتلزق اوراق كتير مع بعض. فجبت منه 2.
وعشان نرفه نفسنا في الدراسه عشان ما نتخنقش، فجبت حاجات للتطريز عشان يعني ارجع شغفي للتطريز برضو تاني. فجبت بكرتين الخيط دول، واحد كشمير وواحد بنفسجي. الشركه دي الخيوط بتاعتها جميله، كنت جايبه منها لون كانه بيج او سيمون، وكان جميل قوي بصراحه، فجبت منها تاني. جبت ابرتين، مش هتشوفوهم صح؟ مش هتشوفوهم. وجبت ابرتين لان ابر التطريز بتكون رفيعه، وكنت جايبه قبل كده وواحده اتكسرت عشان برضو هم رفيعين، فجبت 2 عشان لو واحده اتكسرت او حاجه. بعد كده جبت الازازه دي، واكيد شفتوا الازايز اللي هي من الشكل ده، في منها بيبقى كبير ومنها صغير عن كده، فلقيت الحجم المتوسط ده فعجبني بصراحه قوي وجبته. الكبيره منها بحس انها كبيره قوي، يعني بتاخد ميه كتير بس بتاخد مساحه برضو في الشنطه، والصغيره حسيتها برضو صغيره قوي، فاما لقيت دي حسيت انها مناسبه جدا، يعني كميه الميه هتبقى كويسه وفي نفس الوقت مش واخده مساحه في الشنطه. مشكلتي مع الازايز، مع ازايز الميه، ان هم بيوقعوا، يعني حرفيا كل الازايز اللي جربتها بيوقعوا. مفيش حتى حد من صحابي جرب ازازه مثلا وما وقعتش غير دي، فمهما اكون قافله الازازه كويس ومهما ولو حطاها في كيسه او عامله اي حاجه برضو بتوقع في الشنطه. فبتضايق جدا بقى من شعور ان انا واخده الشنطه سليمه ارجع بيها مبلوله والحاجات اللي فيها اتبلت. فالازازه دي ميزتها انها مش بتوقع، لانها زي الازايز الميه المعدنيه مثلا اللي بنشتريها من بره اللي هي الصغيره دي، الغطا بتاعها بيبقى محكم مش بيوقع ميه، فدي كانت حلوه بصراحه فعشان كده جبتها. وجبت مج حراري اللي هو ده، شفتوا مش بقول لكم طقمه مع اللبس، بس معظم الحاجات كانت بينك فاوكي. جبت المج الحراري ده، فده بيكون فيه درجه الحراره مكتوب دلوقتي 29. درجه حراره الجو كام؟ المهم فلونه كيوت بصراحه عشان كده جبته، واعتقد ان هو مساحته تكفي كوبايه او اكتر، مش متاكده بصراحه لسه ما جربتوش. ففي المصفى دي بتصفي، فبما اننا داخلين على الشتاء اعتقد ان انا هستخدم ده كتير. واخر حاجه جبتها هي نضاره الشمس دي اول نضاره شمس اشتريها، فانا مبسوطه ان انا جبتها. بحب نظارات الشمس المدوره مش المربعه، فعشان كده جبت دي. حبيت الدراع بتاعها فعشان كده جبت الشكل ده. تصدقوا الرؤيه كده احلى، شكلها عليا احلى في الحقيقه. خدت الجراب ده بتاع النضاره كان عندنا قبل كده، فعشان احطها فيه، لان انا بصراحه هترعب ان انا احط حاجه زي كده في الشنطه وخلاص فتتكسر، يعني ما بحبش انا الحاجات اللي بتتكسر بسرعه دي، فاحطها في ده احسن. طيب احدثكم من اول يوم كليه، واول حاجه كده احنا ما حضرناش حاجه النهارده، حكيت لكم ليه في الفيديو بتاع فلوج اول يوم كليه. بس المهم ان انا حبيت اقول لكم ان انا لقيت معرض في الكليه بيبيع حاجات ليها علاقه بالدراسه والحاجات دي، فجبت منه ادوات كيوت قوي، فقلت لازم اوريها لكم. كنت قايله لكم ان انا السكتشات ما لقيتش منها سكتشات حلوه قوي، يعني جبت كده وخلاص عشان السكتشات اللي موجوده مش عجباني، وكان في ستايل معين في الورق انا بحبه ما كنتش لاقياه، فالحمد لله لقيته. السكتشات اللي زي دي هي اللي انا كنت بدور عليها بس اصغر شويه، فلقيت الحجم ده، اول مره اشوف الحجم ده في النوع ده. نفس الوقت التسطيره بتاعته من جوه قريبه اللي انا عايزاها، نفس بقى اللي انا عايزاه بالظبط من جوه هو ده. لقيت ده مكتوب عليه منترا، المهم شكله حلو من بره، وغير كده بقى ان هو الورق اللي انا عايزاه بالظبط. عارفين الورق اللي بيكون متسطر فيه خط احمر من الجنب ده انا بحبه جدا ومريح جدا في الكتابه، فجبت واحد منه، ده كان 100 ورقه والتاني تقريبا 70 ورقه. تاني حاجه وهي قلم السنون، ده من الحاجات اللي انا بستخدمها كتير، هي اقلام السنون. الاقلام زي ما قلت لكم بعد الاستخدام فتره بتتكسر من قدام، فلقيت ده حسيت ان هو نوعا ما قوي شويه، يعني شكله من قدام مختلف عن باقي الاقلام، فعشان كده جبته، حسيت اللي هو برده هيساعد يعني. جبت برده الكوريكتور ده، كان نفسي اجيبه من زمان عشان كنت بشوف شكله كتير، والحاجات دي بتستعمل في الجورنال كمان كتير، بس كنت بشوف له اسعار غريبه، اللي هو ده كوريكتور انتوا مستوعبين. فلقيته النهارده بسعر حلو، مش فاكره بصراحه جبته بكام بالظبط، بس كان سعره حلو وشكله كيوت قوي، يعني انا بحب اصلا الالوان دي. بعد كده بقى، ودول اكتر حاجتين انا اتبسطت بيهم النهارده، وهما الستيكي نوتس دول او ورق الملاحظات ده. انا جبته على اساس انه ستيكي نوتس بس هو طلع ورق ملاحظات عادي، بس شكله تحفه فمش مشكله يعني. دي اشكالهم، وكان نفسي ان انا اجيب حاجات يعني زي الستيكي نوتس وكده، اجيب الاشكال دي، بس للاسف ما كنتش بلاقيها قوي، يعني معظم الاشكال اللي بتتباع اللي هي الملونه العاديه. فلما لقيت دول بصراحه اتبسطت قوي، وسعرهم الواحده كانت ب 12 جنيه، فانا كنت حاسه ان الولد اللي كان واقف كان غلطان على نفسه في حاجه، يعني المفروض ان هو ليه فلوس اكتر. الستيكي نوتس اللي زي دي بتتباع ب 35، ده اقل حاجه تقريبا. فلما لقيتها ب 12 انا انبهرت يعني، فجبت 2 منها. وبعد كده بقى عرفت ان هم اوراق ملاحظات عاديه مش ستيكي نوتس، بس عادي يعني انا كده كده هلزقهم انا، فاتبسطت بيهم جدا بصراحه، حتى فيهم كميه كبيره. فبس دي كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده. هوريكم دلوقتي الحاجات اللي متبقيه معايا من تالتة، او عموما متبقيه معايا وعجبتني، لو لقيتوا زيها تشتروها لانها فعلا فادتني. اول حاجه هنتكلم عن الهايلايترز. الهايلايتر ده من ماركه MG،
جماعه انا تقريبا كل الحاجات اللي جربتها من ماركه ام جي لحد دلوقتي كانت حلوه. جربت اقلام الهايلايترز دول والدرجه بتاعتهم جميله. عارفين درجه الهايلايتر الهاديه اللي هي مش فاقعه قوي في نفس الوقت شكلها حلو وانتوا بتعملوها، فدي كانت حلوه قوي. الاقلام دي معايا من بدايه ثالثه وما خلصوش، واديني خلصت ثالثه وداخله الكليه. ماركه ام جي برده جبت الاقلام دي كنت جايباها في بدايه ثالثه ولحد دلوقتي ما خلصوش وبجد جمال قوي. عندي برده الهايلايتر ده اللي هو بيكون جل برده بس جل مختلف شويه، استنى اوريكم. الهايلايتر ده برده لسه متبقي معايا وبرده سلس كده في الاستخدام. اعتقد ان انا كده خلصت، ودي كده الحاجات اللي انا كنت محتاجاها للدراسه. فبحب انا قوي حاجه الدراسه ان احنا ننزل نشتري ادوات دراسه جديده وكده، فاتمنى ان هو يكون عام دراسي كويس لينا كلنا. وبرده لو اشتريتوا حاجات الدراسه ممكن تشاركوني صورتها على انستجرام، هتلاقوا الرابط تحت في صندوق الوصف. فبس كده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.